قصد خوش بيه. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ حياك الله. شلون صحتك؟ والله بخير. انت ايش قد عمرك؟ 19 سنة. 19 سنة. اسالك سؤال، لا تخاف ما اسوي لك شيء، بس اسالك سؤال. جواب. ليش تروح هيك زقزاق بين السيارات وسرعة عالية ومنك شفتك عبرت الشارع، اخذت الشارع بالعرض؟ إيه؟ يعني هو لازم هيك انت اخذته بالعرض، يعتبر رون سايد هاي. بلي بس ما تخاف على حياتك انت؟ ليش هالسرعة هاي؟ بس انطيك قنعني. سيدي يخابرونا من يردون طلبية. ايه؟ بساعة استعجل 5 دقائق لازم يقول لي يميته، إذا مو 5 دقائق الغي طلبية، هذا كله ينحسب علي. زين منو هذا يخابرك؟ يعني ابو الطلبية؟ يعني ابو الطلبية اي. يعني انت الخاطر ما توصل للطلبية ايه؟ تعرض حياتك للخطر. والله اسمع يا المواطن ابو الطلبية، اسمع. شو تسوي؟ عيد لنا يا بالله، والله اسمع الكلام. اي والله يقول اذا مو والله تشيل خطيته، والله تشيل خطية هذا المسكين اللي على مود 1000 دينار يجيك تقول له بسرعة خلال 5 دقائق توصلها، بينما هو الطريق يجوز يطول 10 دقائق. ليش ما تجي انت تاخذ؟ ليش تورط هذا المسكين؟ هذا عنده يجوز وراء اطفال، وراء عائلة، ما يصير. اخواني رجاء اهل الطلبيات يا المواطن دير بالك على هذا، هم اخوك، هذا هم عنده عائلة. والله. زين انت ليش تاخذ بكلامه؟ سيدي شو اسوي يعني؟ الطلبيه راح يحاسب علي، انا ايش قد يوميتي حتى يعني اطلع من يوميتي؟ حتى بالمطعم يحاسبني، مو شغله شيء. بس اذا مو يقول لي اذا مو 5 دقائق امي الغي الطلبيه، تضرب الاشاره تروح رون سايد، يصير يصير هذا. سيدي شو تسوي؟ زين وين الكساره؟ وين الخوذه؟ والله سيدي هسه احنا بالطريق نمشي وشفناك لحقناك، قلت ابو الدراجه الزمه وانت طاير، ابو الدراجه قوه لحقك، ليش؟ والله شو تسوي سيدي؟ على مود الطلبيه. يعني هذا هو يقول لي، انا قلت لك انا 5 دقائق، يقول لي اذا ما توصل الطلبيه لا تجيب لي اياه. طلبيه لا تجيب لي. يقول لا تجيب. تليفونه يمك هذا هو الطلبيه؟ اعطيني اياه خليه خابره. ماشي يلا خليه. اعطيني هو هذا ابو الطلبيه؟ الو السلام عليكم. اخي وين صرت؟ شلونك حبيبي؟ انت ابو الطلبيه؟ اي نعم. ها حبيبي طلبيتك شويه تتاخر، شو يصير يعني؟ اخي ما يصير يا عيني، يعني ما يصير يا قلبي. العالم عليك. ادري يعني شويه تتاخر، شو يصير يعني؟ تتاخر فت 5 دقائق 3 دقائق، شو يصير؟ اخي هو ما يصير شيء، بس يعني ما يصير يا اخي يعني خابرتك مرتين 3 تجاوب. تمام. انا عقيد عامر نريمان، ضابط علاقات واعلام مديريه مرور محافظه كركوك. هسه السايق اللي يمنا موقفينه موبايله بيدي، لهذا تاخر اكثر من مره، انت دقيت عليه ما جاوب لهذا الجواب. بس احلفك بالله يعني انت من الطالبه تقول له تجيب لي الطلبيه بسرعه، يعني الطلبيه الاكل يوصلك حار وحار، يوصلك لبيتك المكان اللي تريده. زين ما تخاف على حياه هذا الشاب وراء عائله؟ يصير هذا التصرف؟ يعني انت من مبدا الانسانيه لازم شلون تفكر روحك؟ تفكر روح هذا الشاب، هذا بعده شاب. شنو رايك بكلامي؟ جاوبني ليش سكتت؟ تمام سيدي، انا اعتذر كلامك صحيح، بس هو يتاخر، بس كلامك كله صحيح، يعني انا اعتذر. ادري من شنو تعتذر؟ المفروض من عندك خليه يتاخر 10 دقائق، شكو بي، المهم انه سلامه هذا الشخص، بعدين توصل لك الطلبيه. اتمنى من عندك ومن كل شخص، كل مواطن يطلب طلبيه من هذول المساكين، هذا لو ما محتاس ما يجي يشتغل هاي الشغله. اتمنى من عندك ومن كل واحد، من كل مواطن ان يراعي هذول خطيه. يعني احنا ما يصير المرور يحاسبهم، المواطن يحاسبه وابو المحل يحاسبه. ليش تاخرت؟ انت تقول له ابو المحل ليش تاخرت؟ يقطع من راتبه، وابو المرور يحاسبه. احنا بهاي الحاله احنا هذا صار ضحيه بيناتنا احنا ثلاثه، ابو المحل والزبون وابو المرور، احنا جاي نحاربه ثلاثتنا. الاريده من عندك انه لا تتكرر هاي الحاله، مو بس انت، كل مواطن شريف لازم يتحسب حساب لهذا الشخص المسكين. نتمنى لك الموفقيه واسفين على الازعاج. تمام سيدي، انا اعتذر منك ومن المواطن ابو الدليفري، يعني انا اعتذر حيل يعني. شكرا جزيلا، شكرا اخي العزيز، شكرا. تمام؟ ما مجبر تاخذه. هسه ابو المحلات هم واحد ابلغهم، ما مجبر، اللي يريد مستعجل دليفري خليه هو يجي ياخذه وروح. لك ممنون سيدي، شكرا جزيلا. احنا ما نخاطر بحياتنا يعني تدري. بارك الله بك، شكرا.